معلش ممكن أسأل الشيخ على حاجة بس؟ اتفضلي. اتفضلي يا امل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله في نعمه والله. معلش يا شيخ، أنا كنت عايزة بس أسألك على وفاة مامتي. هي متوفية بقالها سنة. الله بقاء يرحمها يا لله، رب، الله الله يرحمها. يرحمها. اللهم آمين. أنا بس عايزة أسأل عن الحاجات اللي مامتي كانت فيها. كانت في ابتلاء وكانت تعبانة، كان عندها كانسر، وأخويا كان تعبان نفسي، ووفاة بابا كمان. فأنا عايزة أسأل كل الابتلاء اللي كانت في ده. وحاجة تانية كمان، بعد وفاة ماما في حاجة حصلت لي، اللي أنا يعني قطعت الصلاة. ليه بس؟ ليه ليه يا بس؟ امل؟ أنا إيماني بقى ضعيف قوي، لا طب حول ولا ايماننا قوة ضعيف، الا نقوي بالله. الايمان. اه يعني كلنا ايماننا ضعيف، نسال الله يا علشان رب أنا كنت ان متعلقة يرزقنا بماما. يعني الايمان الصحيح يا هي رب. كانت شايلة عني حمل، كان انفصالي وشايلة ولاد وكده. هي اللي كانت شايلة عني كل حاجة. طب فبعد وفاتها أنا ما عدتش مستوعبة إن إزاي أمي ماتت. رحمه الله عليها الله يا رب، يرحمها يا رحمه امل. الله عليها. كلنا هنموت يا حبيبه قلبي، وكلنا امهاتنا ماتوا، بس ده ملهوش علاقه بعلاقتنا بربنا، بل بالعكس. الواحد لما بيشوف الموت او بيشوف حد قريب منه مات، بالعكس بيقرب من ربنا اكتر، لانه بيحس بجد ان الدنيا دي ملهاش لازمه ولا قيمه خالص ولا تسوى. فبنقعد نفكر ان خلاص مستعدين بقى ان هي احنا دي نقابل حاجة ربنا والله او بتحصل لي غصب عني بعد موت ماما. طب الشيخ فيعني هيقول لك النصيحه ازاي تخلصي من الحاله دي يعني. هو اولا يعني نسال الله. ودايما يا شيخ معلش أنا دايما بعيط عليها، كل يوم بعيط عليها. بس كده غلط يا امل، لانه فات سنه. يعني دايما الدكاتره النفسيين بيقولوا ان الحزن الطبيعي بيبقى مثلا شهر او 40 يوم بالكتير. مش بعد قادرة بعد أنساها. كده ما بيبقاش حزن، بيبقى دخل في حاجه نفسيه، اكتئاب يعني مرضي، فاهمه؟ مش قادرة فانت أنساها ومش فاهمة ده إيه، وأطلع من اللي أنا فيه ده إزاي. رحتي لدكتور نفسي يا امل او فكرتي انك تروحي؟ بصي، هو أنا وأختي بقينا كده علشان كنا متعلقين بيها قوي. طب انا بس هقول لك حاجه يا امل، انا كنت متعلقه بمامتي واختي كانت متعلقه بمامتي، ومامتنا دي احن ام في الدنيا الله يرحمها. بس هي الصح ان احنا لازم نعيش الحياه، لازم نعيش الحياه، ما ينفعش في نوقع حاجة نفسنا في معلش، اكتئاب. انت دخلتي كده في اكتئاب مرضي انت واختك. في حاجة تانية معلش، اللي أنا في حاجة بصي بتقعد صوتك تقولي. اصلا يا امل، ألو. كل صوتك كله مضطربه. اضطراب في اضطراب، ويأس. نعم. طب ها معلش في حاجة تانية يا شيخ معلش، اتفضلي. اللي أنا في حاجة في دماغي دايما. طب إيه اللي يثبت لو أنت متي اللي أنت هتتحسي ولا هتدخلي الجنة ولا؟ انت أنا جالك الحاجات دي جالك بتحصل لي وسواس غصب يا عني. امل، جالك وسواس صح؟ أه مش فاهمة ده إيه، أنا مش ده فاهمة وسواس. والله، أنا ما كنتش كده. طب ما احنا طب كلنا، بصي يا امل، هو احنا كلنا هنموت ولا مش هنموت؟ هنموت، بس أنا ب... ماما يعني، ماما ديت يعني كانت أطيب قلب. كل الناس طيب بتحكي خلاص، عن. بصي يا امل، بصي يا امل، بصي يا امل. اه يعني اولا انا هجاوبك اهوت، بس في حاجه تاني قبل ما اجاوبك. هو بس ده سؤالي بس. حاضر 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 حاضر. اولا ربنا يرحم ماما رحمه واسعه يا رب العالمين. اما بقضيه ان هي كانت مريضه واخوكي كان تعبان وكل ده ابتلاءات والام تحملت. شوفي القرآن أصلا الله عز وجل لما خلقنا للابتلاء. يعني الأصل هو الابتلاء. احنا حتى العبادة نوع من أنواع الابتلاء، اللي أنا أصلي وتعبان وبتاع ده نوع من أنواع الابتلاء. والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. وبالتالي ربنا لما قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا اختبرنا الذين من قبلهم. وبعدين ربنا تبارك وتعالى نزل آيات كتيرة جدا على سيدنا النبي تتكلم في المسألة دي. وسيدنا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء، حتى الأنبياء أهو قال الأنبياء ثم الصالحون فالأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دين. فالإنسان يوم القيامة، عشان بس تعرفي إن ده في ميزان حسناتها، إن شاء الله في ميزان حسناتها. وربنا قال إنما يوفى الصابرون، هي صبرت، وربنا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم قد إيه بقى؟ ما نعرفش. امال قد ايه؟ قال الله بغير حساب. يعني الاجر بتاعها ان شاء الله كبير جدا. وعند حديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول يا استاذ دعاء لا يودن اهل العافيه يوم القيامه. يوم القيامه الناس بقى اللي هم ما عندهمش بتاع خالص وفرحان في الدنيا، لما يشوفوا ثواب ربنا للمبتلين يوم القيامه، شوفي الثواب وجزاء عظيم جدا، بيقولوا يا رب يعني يا ريتنا كنا احنا كمان ايه حصل لنا ابتلاء، لو ان جلودهم قرضت بالمقاريض.
للدرجه دي يقول لك بس كنا نشوف فاحنا بنحمد ربنا على العافيه، ولو عندنا ابتلاء بنصبر ونسال ربنا سبحانه وتعالى الايه؟ الاجر. فدي نقطه. فربنا ان شاء الله يرحمها رحمه واسعه ويجعل المرض ده في يعني كفاره لسيئاتها ورفعه في درجاتها يا رب العالمين. اما الحاجه الثانيه اللي هو انا ضعيف الايمان. ليه ضعيف الايمان؟ ده الانسان لما اللي شايل حمل عليا سيدنا النبي. شوفي سيدنا النبي ماتت زوجه خديجه رضي الله عنها، ومات عمه ابو طالب، والاتنين كانوا بيخففوا عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فمات العنصر البشري اللي كان يعني يقول للنبي عنك انت، انا هشيل عنك يا محمد. ففي الاخر ما لقاش حد، فلجأ الى من؟ لجأ الى ربه سبحانه وتعالى. وكان سيدنا النبي يعذب حتى لما راح للطائف وعذب النبي عليه الصلاه والسلام واترمى بالحق، قال كده: أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين. يعني يا رب أنت رب الناس الضعاف اللي هتقويهم يا رب. فسيدنا النبي عمل كده. فأنا ألجأ لمن؟ ألجأ لربنا، هو اللي بيحملني وهو اللي يحميني وهو اللي يقويني سبحانه وتعالى. أما قضية البكاء رحمة لا شك، لكن مش سنة كاملة قاعد عمال أبكي على طول. طب أعمل إيه؟ أنت اللي هتخرجي نفسك من الدايره اللي انت حطيتي نفسك فيها. فاعمل ايه؟ خرجي نفسك، اشتغلي، شوفي اي حاجه تقدري تبدعي فيها. مع الوقت هتلاقي نفسك، مش بقول لك انسي ماما، بس بقول لك ادخلي في دايره الحياه دي، ادخلي في دايره الحياه، وبالتالي هتنسي كل ده ان شاء الله باذن الله، وربنا يعوضك خير وربنا يكرمك يا رب ويحفظك ويرحم ماما يا رب. بس انا كمان بعد الحاجات اللي هتعمليها اللي الشيخ احمد نصحك عليها، لازم تشوفي حد دكتور نفسي، لانه انت هو صوتها في اضطراب فعلا. طبعا دخلت في سنه وبدا يجي لها وسواس وحاجات. فانت دخلتي في مشكله نفسيه لازم تخرجي نفسك منها، لانه انت دلوقتي كمان ولادك دول ليهم حق عليكي طبعا. انت ويبدو ان هي منعزله كمان، يعني هي شكلها منعزله قاعده لوحدها، فهي لازم تخرج نفسها، تخرج تشوف الدنيا.